السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قضية جديدة، وهاد المرة جراو أحداثها في مصر. قضية اليوم غادي تبين لكم شحال هاد المرأة خبيثة وشيطانة، وشحال بعض المرات الإنسان يقدر يوصل لشي مستويات ديال الوقاحة وانعدام الضمير كتخلع. قضية اللي لابد تسمعوها، راه بصح غادي تصدمكم وتبين لكم أنه الإنسان تعدى الشيطان اللي في بعض الأحيان كيولي هو تلميذ عندهم. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم وعلى بركة الله يلا نبداو. قضيتنا جراو أحداثها عام 2014 في سوهاج في مصر، أي في الصعيد المصري، فين كانت عايشة واحد البنت سميتها صبر الجمال، وكان في عمرها هذاك الوقت 25 عام. وكيف هو معروف في الصعيد المصري وبزاف ديال الدول ومنهم حتى المغرب في بعض المناطق كاين اللي مازال كيزوجوا بناتهم وهما قاصرات، وللأسف هذه الظاهرة رغم التطور مازالت قائمة. غير هو صبر حتى حد ما طلب يديها للزواج حتى وصلات ل 25 عام، وهذا الشيء قليل بزاف عندهم. المهم صبر كان عندها هذاك الوقت 25 عام كيف قلت، وعايشة مع والديها والأسرة ديالها، حتى لواحد النهار ملي كانت برا ديال دارهم شافها واحد الولد اللي سميتو عبد النبي، واللي حتى هو ساكن في نفس المنطقة مع خوتو ووالديه. عبد النبي ملي شاف صبر عجباتو، وحيت في الصعيد ما قدرش مثلا يمشي ويهضر مع البنت نيشان وإلا غادي يكونوا عنده مشاكل. عليها عبد النبي مشى عند ماماه واللي كانت سيدة كبيرة في السن وسميتها السعدية، وقال لها راه شفت صبر بنت الجمال وراه عجباتني وبغيت نتزوج بها. السعدية قالت ليه نون يا كحل عيون يا ولدي، اختار اي وحدة الا هادي، راه كل شي عارف عليها، راها بنت خفيفة واخلاقها ماشي هما هادوك. الا انه عبد النبي اصر انه ما ياخد غير الصبر، صافي هي اللي عجباته والناس يقولوا اللي بغاو، هو ماشي سوقه. عيات السعدية مع ولدها والو ما بغاش يسمع الهضرة، وفي الأخير وافقات ومشاو خطبوها ليه. ومن بعد تم الزواج قدام اندهاش أهل القرية كاملين اللي كانوا جازمين أنه صبر ما غاداش تزوج على هذيك السمعة الخايبة اللي عندها، وحيت نيت وصلت ل 25 عام وتا واحد ما طلبها الخطبة. تزوج أخيرا عبد النبي بالبنت اللي بغاها قلبه واللي حارب على ودها، وداز عام على الزواج حتى وصلوا ل7 سنين ديال الزواج، فين ولدوا خلالها 3 ديال الوليدات، 2 ولاد وبنت، وبلا ما نذكر اسمائهم باش ما ندوخوش في كثرة الاسماء. عبد النبي تحارب باش يتزوجها، الا انه صبر ما كانتش حامله، وبالنسبه ليها ما كانتش مواتيها، كان هو ضعيف وصحته على قدو المسكين، نهار وما طال هو خدام في الارض الفلاحيه تماره كحله. وحتى عبد النبي كان ديما مريض، يعني في اخر النهار من بعد هذيك تماره كامله والخدمه، حياته الزوجيه مع صبر ما كانتش بالنسبه ليها هي هذيك، ولا كيفاش هي باغيه، كيفاش هي كانت متخيله هذيك العلاقه الزوجيه. لهذا كان راجلها ما معمرش ليها العين، وتتحس براسها زوينه وحسن منه وما يستحقهاش. صبر وعبد النبي كانوا عايشين في الدار الكبيره، يعني مع الوالدين ديال عبد النبي وخوه ومراته وولادهم. وحيت السعديه من الاول ما كانتش باغا صبر، فالعلاقه بينهم بدات اصلا خايبه. غير هو زادت خيابت من بعد ما شافت انه صبر دائما كتعامل ولدها خايب بزاف قدام كل شيء، وديما كتهينه وكتنعتو بأبشع الألفاظ. ديما كانت كتقول ليه انت ماشي صحيح، ما عندك لا عضلات لا والو، ديما انت يا رقيواق، ديما مريض وما قاد على تقل، حياتي معاك عذاب وراه جالسه معاك غير على ود الولاد. الغريب في الامر هي انه عبد النبي بحال تقول سحره ليه، رغم هذيك الهضره الخايبه اللي تقول ليه ديما، هو كان ظريف لدرجه انه كان ديما كيسكت وما كيقول لها حتى حاجه، كيخليها تهضر وتبرد قلبها وكيمشي يبدل ساعه بخرى. غير هو ما كانش عارف راه ما مزوجش ببنادم، بل كان مزوج بالشيطانه اللي في عوض ما تطلق منه وكل واحد يمشي لحال سبيله، لا
هي باش تروي هادوك النزوات الحيوانية ديالها فكرت في واحد القضية اللي حتى واحد ما يقدر يفكر فيها ولا يتجرأ أصلا يفكر فيها ولا تعطيه نفسه يديرها. صابر اللي كانت كتشوف أنه غير راجلها اللي ضعيف وصحته على قدو، وكانت تشوف في المقابل أنه حماها اللي هو شيخها واخا راجل كبير كان السيد صحيح النيت، عنده العضلات ورجولته حسن من راجلها اللي هو صغر منه، كانت رجولته أحسن وأحسن. عليها عقلها المريض بدا يخول ليها شي أفكار غير لا حول ولا قوة إلا بالله. بدات صابر كتحاول تغوي شيخها اللي هو الأب ديال راجلها. بدات ملي تتشوف أنه كل شي خرج من الدار وبقات غير هي وياه، بدات كتلبس شي حوايج شوية شوية مثيرة وتتبدا تدور هكا قدامه، ولا مرة كتبدا تشوف فيه شي شوفات ما هماش وتجبدو في الهضرة اللي من قبل ما كانتش بيناتهم أصلا. المهم كدير أي حاجة غير باش تثير هذاك الانتباه ديالو وتخليه يلاحظها، حتى طرا المستحيل ودخلت صبر في علاقة مع حماها، ولاو يخليو حتى تخوى الدار عليهم وكل شي كيخرج وتما كيقيموا علاقة غير شرعية، ولا حتى هي داخلة في زنا المحارم. والصدمة أنه علاقتهم دامت عام كامل، ولا رجلها ولا حتى حد في الأسرة ما عاق ولا شك في شي حاجة. علاقتها مع رجلها من الأول كانت خايبة والنفور كان بينهم من زمان، يعني بالنسبة ليه حتى حاجة ما تبدلات، ما عمرها كانت مزيانة معاه باش تزيان دابا، وحتى هو كان راضي على هذاك الوضع غير باش يبقى مع وليداته وما يتفرقش عليهم. بقات صبر على علاقة سرية مع حماها لأكثر من عام، لا هي حشمات لا هو حشم، وكل واحد فيهم كان بحال المراهق كيسين غير وقتاش كل شي خوي الدار باش يعصاو الخالق. حتى الحما اللي هو الشيخ ما احترمش هذيك الشيبه اللي في راسو ودار بحسابها، ولا احترم ولده وصل الحرمه ديالو. غير هو صبر كيف قلت راه كانت شيطانه، وخافت اصلا الحدود والخطوط الحمراء وربطت علاقه مع شيخها. يسحب لكم وقفت غير هنا، لا هي بغات تزيد التشويق والمتعه والخطر تزيدو اكثر واكثر، لقات فيه السعاده ديالها. وهنا بدات تحط عينيها على خو راجلها او لوسا، واللي حتى هو بالنسبه ليها كانت الصحه ديالو احسن من راجلها. لوسا ومراته اللي حتى هما كانوا ساكنين في ليطاج ديالهم في نفس البنايه اللي فيها الاسره كامله، كانوا بينهم مشاكل زوجيه عاديه بحال كاع الازواج. هذيك المناقره ديال شد عليا نقطع عليك. ايوا صبر اللي كانت حاطه عينيها على لوسا وبغاتو حتى هو تزيدو في لا ليست ديال زنا المحارم ديالها، بدات تدخل بحال السوسه بينه وبين مراته، وشويه شويه بداو المشاكل تكتر اكثر واكثر، وبدا حتى هو تخلي حتى يخرج كل شيء وتعرف انه غير هو اللي كاين في دارو. كانت كتطلع عنده وتحاول تغويه شويه بشويه بلا ما تحسسه، باش حتى الا كان شي ردة فعل في شكل ما تكون هي زعما فصحات على حتى شي حاجه. وشويه شويه بدات بشويه كطيحو في الشباك ديالها، وبدا حتى هو يرد معاها البال، ودخلته بهذيك القضيه ديال اللي بغيتيها نديرها لك، زعما توجد ليه الماكله تقاد ليه الدار، بحكم انه كل شويه مراته بكثره المشاكل كانت تهز حوايجها وتمشي لدار والديها. ايوا بقات صابره حتى وصلت لشنو بغات، وفي الاخير بحال اللي دارت مع حماها دخلت في علاقه غير شرعيه حتى مع لوسا، وبكثره اللي كلات ليه مخو حتى هو مشى وطلق مراته باش صافي تخوي ليه الدار ويلقى راحته مع صبر بلا صداع الراس. غير هو المصيبه انه صبر في الوقت اللي كانت على علاقه مع لوسا راه في نفس الوقت كان مازال على علاقه مع شيخها، يعني كاع الرجال اللي في الدار كانت هي على علاقه غير شرعيه معاهم. تخيلوا معايا هاد الشيطانه. وما نساوش انه حتى الرجال اللي معاها راه اباليسه، اللومه ماشي عليها غير بوحدها. بقات مرة تمشي مع هذا ومرة تمشي مع الاخر، وحتى واحد فيهم ما عارف بالقصه ديال الاخر، حتى لشويه شويه بدات عجوزتها كتحس راه صبر يمكن على علاقه بولدها الكبير اللي هو نفسه لوسا. بدات كتشك فيهم في نظراتهم في تعاملهم،
وراكم عارفين أنه الأم طلع في شنو كيفكروا ولادها من 7 سما، ما عندهاش مشكل، خصوصا أنه بدات تشوف غير كل شي كيخرج تتغبر صبر ولدها الكبير، وتتشوفها بحال طالعه لعندو للدار، وهو ما بقاش كيهبط يجلس معاهم بحال اللي كان، ولا الوقت كامل سد عليه. ايوا هنا وهي ديرهم تحت المجهر، وبدات كتراقبهم بجوج، حتى لواحد النهار فين خلات صبر حتى طلعت لعند ولدها الكبير، وهي تطلع حتى هي للدار وحصلتهم بجوج. بدات الام كتغوت وتولول، وراكم عارفين المصريين دارت لهم فضيحه، غير هما بداو كينكروا كيقولوا ليها لا راه ما بيناتنا والو. المهم حاولوا يغطيو الشمس بالغربال، وهنا الام عاود هبطات لدارها وراسها غادي يتشق على جوج بالتفكير، شنو غادي دير في هاد الفضيحه اللي شافت بعينيها. ما يمكنش تسكت وتخلي هذيك السوسه ديال صبر ولا حتى ولدها الكبير كيخونوا عبد النبي هو ما جايب للدنيا خبار. وفي الاخير قررت انه غادي تعاود كل شيء لعبد النبي من طقطق حتى السلام عليكم، وغادي تقول ليه شنو شافت عينيها، وغادي تحيد عليها التقليد. بقات الام كتساين عبد النبي حتى رجع من الارض فين كان خدام النهار كامل، وغير دخل وهي تمشي عنده، ولكن ملي شافته ما قدراتش تقول ليه نيشان، قالت ليه غير رد البال، راه انا شاكه راه صبر وخوك بينهم شي حاجه، ولكن ما قدراتش تقول ليه راه شفتهم بعيني. غير عبد النبي سمع هذيك الهضره اللي قالت ليه ماما نيشان مشى عند صبر وبدا يدبز معاها، غير هو ديك الدبزه كانت شويه بارده، ما فهمتش مال هذا عبد النبي كان مسالم كثر من القياس، خصوصا في حاجه بحال الخيانه. الواحد غير كيشمها كيسعر، وهو دغيا قدرات صبر تقنعو انه ماماه غير كدابه، وغير ما كتحملهاش من النهار الاول عليها كتبلى عليها، والمصيبه دغيا تيقها. ولكن من بعد هاد الدبزه صبر غادي تاخد واحد القرار خطير، وهي انه تصفيها لراجلها اللي بدا كيجبد ليها الصداع مع لوسا اللي ولات هي كتبغيه ديال بصح، وحتى هو وعدها بالزواج، وقال لها راه اللي مازال واقف لهم في طريق ساعاتهم هو عبد النبي، عليها هي بغات تغبرو وتحيدو من طريقها. بقات صابر كتخطط وتخيط وتفصل كيفاش تصفيها لعبد النبي، حتى وصل واحد النهار فين ناضت بينو وبينها دبزه قويه نيت، ناض صداع كبير، ووصل غواتهم حتى العكوزتها اللي حتى هي تحامت معاه عليها. وفي هذيك الدبزه عبد النبي غادي يقول لصبر جمعي عليا حوايجك دابا غادي نديك لعند والديك والله يعاوننا ويعاونكم. صبر ملي قال لها هذيك الهضره قررت انه هذاك النهار هو اللي غادي يكون الاخر في حياته، وملي صافي خرجوا من الدار وكان موصلها لدارهم غير على رجليهم، كان هو غادي وهي تبعه من اللور. بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد البلاصه اللي كان فيها واحد الواد دايز وكانت خاويه من البشر، حتى واحد ما كان تما. صبر كانت هازه معاها واحد الحبل ديال النشير دايراه في حوايجها. المهم في هذيك البلاصه بدات تعاود الدبز هي وراجلها، ونط بينهم عاوتاني التوعويع والغوات من الاول. هنا وهي دفعوا حتى طاح على الارض، بالزربه هزت واحد الجدع ديال الشجره كان طايح غير في الارض، وبدات كتضربو على راسو ضرب حتى صافي المسكين فقد الوعي. هنا وهي تجبد هذاك الحبل ديال النشير ربطات ليه يديه ورجليه، وحيت المسكين كان غير رقيق على قد الحال قدرت تهزو ولاحتو في الماء، وكملت طريقها لعند والديها عادي جدا. 3 أيام من بعد بانت الجثه ديال عبد النبي في واحد القريه اللي كانت بعيده على هذيك اللي هما عايشين فيها هو وصبر. المهم الناس غير شافوا الجثه في الواد نوضوا الصداع وكل شيء تخلع، ونيشان بلغوا البوليس اللي جاوا على الحال. البوليس بطبيعه الحال بداو التحقيق في نفس القريه اللي تلقات فيها الجثه، غير هو حتى حد من السكان ما قدر يتعرف عليه. هنا جبدوا البوليس كاع هادوك البلاغات ديال الاختفاء اللي تقدموا بهم الاسر ديال المختفيين مؤخرا، ومن بينهم كانت حتى الاسره ديال عبد النبي اللي تقدموا به في نفس النهار اللي عبد النبي وصل مراته لدارهم وما رجعش عاوتاني. البوليس حققوا مع كاع الاسر اللي قدموا بلاغات الاختفاء. بداو التحقيق مع الاسر ومنهم ديال عبد النبي اللي كانوا تا هما حطوا هذاك البلاغ ديالو، غير هو الجثه كانت مازال ما تعرف عليها حتى شي واحد في هذاك الوقت، واولهم هي صبر
اللي تعتبر هي آخر وحدة شافته قبل ما يغبر. في التحقيق قالت لهم صبر أنه عبد النبي هذاك النهار غير وصلها للدار وصافي مشى بحاله، ما بغاش حتى يدخل يسلم على والديها، خلاها في باب الدار ورجع بحاله. ملي البوليس غادي يمشيو لعند الاب والاخ ديالو وغادي يديوهم المشرحه فين كانت الجثه ديال عبد النبي باش يشوفوه ويتعرفوا عليه، هنا كانت الصاعقه. ملي بجوج بيهم بداو يحققوا في هذيك الجثه وهما عارفينه هو وهو باين، ولكن الشياطين بجوج بيهم غادي ينكروا راه هذيك الجثه ديال ولدهم، ما بغاوش يقولوا راه هذا اللي ميت هو ولدنا عبد النبي. تخيلوا معايا الدناءة فين وصلت. برروا هاد الشيء من بعد انه ما بغاوش الفضيحه في القريه فين هما عايشين، ملي كل شيء غادي يعرف انه شي حد راه قدر يقتل لهم ولدهم ويربطوا يلوحوا في الواد وهو ما قدرش يدافع على راسه. هذه بالنسبه لهم فضيحه اهم من الموت ديال ولدهم. في الاخير الجثه ديال عبد النبي اللي كانت بالنسبه للبوليس مازال غير جثه مجهوله، لهذا في الاخير قرروا انه يدفنوها في مقابر الناس المجهوله اللي ما عندهم حتى عائله، والمسكين حتى هو نيت راه معتبر بلا عائله ملي نكروه وخدلوه وخلاوه هكاك مليوح. الام ديال عبد النبي كانت حاسه انه صبر هي اللي صفاتها لولدها، كانت عارفه انه ما كاينش اللي يقدر يأذيه من غيرها، وخا عرفات راه ولدها مدفون في مقابر الناس المجهوله وراه غالبا مراته هي اللي قتلاته، الا انه فضلات حتى هي تسكت وما تقول حتى شي حاجه، حيت حتى هي وللاسف خافت من الفضيحه. صبر اللي كانت مازال في دار والديها وتقول واش دارت عقلها، لا هي كانت مازال كتهضر مع لوسها اللي حتى هو تقول واش حشم، وباش يقدر يكمل العلاقه المريضه ديالو معاها واللي تسببت اصلا في القتل ديال خوه، بدا يحاول يقنع ماماه باش تخلي صبر ترجع للدار، زعما باش تقابل وليداتها اللي اصلا كانوا بقاو في دار جدهم. بدا عليها راك كبرتي يا الوالده والدراري مازال صغار وخاصهم ماماهم هي اللي تقابلهم باش انتي زعما ترتاحي وشويه. وكيف كيقولوا خوتنا المصريين الزن على الودان امر من السحر، وفي الاخير وبوجه قاصح صبر غادي ترجع لدار راجلها اللي صفاتها ليه بيديها بلا حشمه بلا حياه. رجعت صبر ولاحظت العجوزه انه هي وولدها مازال على علاقه بينهم، مازال ما حشموا ولا خافوا من الفضيحه، ما احترموا لا عبد النبي لا في حياته لا من بعد ما مات. واللي زاد رول القضيه اكثر هي ملي عرفات راه ولدها الكبير بغى يتزوج من مرات خوه يعني من صبر. هنا صافي نط لهم نيشان ودرت لهم الفوضى نيت وقالت لهم هاد الزواج اللي عمرو يكون وانا كنتنفس، ما عمركم غادي تزوجوا ولو توقف السما مع الارض. صبر من بعد ما دارت لها عجوزتها هذيك المصيبه وصبناتها تصبينا 5 قالت لها هزي حوايجك ورجعي لعند باك، صافي حطاتها في راسها وقالت كيف ما درت لعبد النبي غادي ندير ليها حتى هي ونحيدها من طريقي. المصيبه الكبيره في هذا الشيء كامل هو صداع اللي نايض في الدار والغوات. صبر اللي باغا تزوج من لوسها راه كان حماها مازال هو وياها على علاقه، كان عارف انه ولده الثاني ناوي يتزوج بها، غير هو هاد الشيء ما وقفوا ما حتى شي حاجه، ومازال هو وياها كيتلاقاو في السر ويدوزوا الليالي الحمراء بلا حشمه بلا حياه. وسط هاد الشيء كامل صبر مازال متربصه لعجوزها باش تلقى كيفاش تصفيها ليها. وهذاك النهار جا من بعد ما شافت عجوزها دخلت للكوري، هنا تبعتها صبر غير بشويه من اللور وهزت عصا ديال الخشب وبدات عليها بالضرب في راسها، كضرب حتى طاحت العجوزه ميته فوق الارض. هنا خرجت صبر ودخلت لدارها بحال ما دارت حتى شي حاجه. شويه من بعد الجريمه ساعه ولا ساعتين هكاك الجيران غادي يكتشفوا الجثه ديال السعديه طايحه وسط الكوري وغارقه في دماياتها، وفي الحال غادي يبلغوا البوليس اللي غير جاو وعينوا الجثه، في الحال عرفوا انه الموتة ماشي طبيعيه. البوليس نيشان بداو التحقيق مع الاسره ديال الضحيه فين خبى لا راجلها لا ولدها انه الضحيه كانوا عندها مشاكل مع عروستها، ما عطاو حتى معلومه للبوليس اللي تقدر تورط صبر، حيت عارفين انه الا طاحت حتى هما غادي يطيحوا معاها. كملوا البوليس تحقيق مع الجيران والمعارف
غير هو حتى حد ما عطاهم شي معلومة اللي تقدر تعاونهم في التحقيق. بقاو على هذاك الحال حتى جات واحد السيدة اللي كانت حتى هي كبيرة في السن وكانت الصديقة الصدوقة ديال الضحية. هاد السيدة شنو قالت البوليس؟ غادي يقلب موازين القضية 180 درجة، بحيث عاودت البوليس على كاع المشاكل اللي كانوا ما بين السعدية وما بين صبر، وعاودت لهم على علاقتها الغير الشرعية مع لوسها. ما هضراتش على علاقتها مع شيخها، حيت حتى الضحية اللي كانت كتعاود ليها كل شيء ما كانش في خبرها راه صبر كانت على علاقة حتى مع رجلها. هذيك السيدة كانت كتعرف حتى على القصة ديال الجثة ديال عبد النبي اللي تعرفوا عليها باباه وخوه ونكروه قدام البوليس خوفا من الفضيحة. المهم هذيك السيدة كانت عارفة عليهم كل شيء، بحيث كانت العجوزة كتعاود ليها الشادة والفادة. نيشان البوليس غادي يجيبوا صبر للتحقيق فين غادي يزيروا معاها مزيان، وفي الاخير غادي تعترف بكل شيء، انه هي اللي قتلت رجلها وقالت لهم كي دارت ليه، وهي اللي قتلت عجوزتها وعلاش. والقنبله هي من اللي اكدات انه بصح هي على علاقه بلوسها ومن مده طويله، وفي نفس الوقت على علاقه حتى بحماها اللي كانت معاه هو الاول ومازال معاه، يعني جمعت الاب وولاده. في الأخير تحاكمت صبر بالإعدام اللي تنفذ فيها عام 2019. والمصيبة الأكبر في هذه القضية هي لا لوسها لا حماها ما تحبسوا ما توجهت لهم حتى تهمة. راه كنهضروا على زنا المحارم، يعني لازم حتى هما يتحبسوا، ولكن لا، كل شي تحاكم غير مع صبر، أما هما تا واحد ما هضر عليهم. ايوا نتوما واش فايت لكم سمعتوا شي قضيه بحال هذه؟ خليوا لي ارائكم في التعاليق. اما انا هاجر ما عليا غير نقول لكم ليله سعيده في امان الله، وشكرا شكرا شكرا على دعمكم وتشجيعكم ليا. الف شكر على تعاليقكم الزوينه بزاف بحالكم. يلا خليتكم على خير وبي باي.